المصرية أجمعين. أنتم منورين كليتنا، أهلا بيكم. كليتكم وده بيتكم الأول والأخير، وإحنا بنشرف دايما بالتعاون اللي بيبقى بين قطاع البيئة وبين مديرية الزراعة، ونرجو إن هذا التعاون يستمر يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بيشرفنا بالحضور النهارده الاستاذ الدكتور محمد مدحت مصطفى، استاذ قسم الاقتصاد الزراعي، استاذي والاستاذ قسم الاقتصاد الزراعي. ما هو انا مش عارفه، انا لما اقول كده يبقى حضرتك على الاقتصاد المصري. والحقيقه احنا هنتكلم النهارده على موضوع يعني يعتبر من الموضوعات الهامه جدا في الوقت الحالي والراهن. يعني الحقيقه الدكتور مدحت هيتكلم عن موضوع بيعتبر من اهم الموضوعات اللي بتقابلنا او اللي بنواجهها في الوقت الراهن وفي السنتين الاخيرتين بالذات، بعد الكلام اللي اتقال عن اعاده توزيع مياه النيل. احنا عارفين ان حصه مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب ميه. فالدول اللي بيطل عليها او اللي بينبع منها نهر النيل وبيمر من خلالها عايزه تعمل اعاده لتوزيع هذه الكميه من المياه بحيث انها تقلل نصيب مصر مما تحتاجه من المياه، على الرغم من ان مصر هي اكثر الدول سكانا. مش كده ولا ايه دكتور مدحت؟ يعني احنا في مصر نعتبر اكبر قوه بشريه موجوده في الدول اللي بيمر فيها نهر النيل. وطبعا لو حصل الكلام ده هتبقى مشكله كبيره قوي بتواجهنا، لانه احنا عارفين ان النيل ده هيرودوت كان بيقول زمان ايه، احنا كلنا خدناها واحنا صغيرين، مصر هبه النيل. يعني اي مساس بالنيل هيمس مصر كلها، سكانها وزراعتها واقتصادها وكل حاجه. فطبعا يعني نرجو ان شاء الله ان احنا نسمع من الدكتور مدحت عن ازمه مياه النيل وانعكاسها على الاقتصاد المصري. فليتفضل. اتفضل. أولا أهلا وسهلا بحضراتكم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا مش هقول محاضرة بالمعنى المفهوم محاضرة، وأنا آسف بس نسيت الفلاش بتاع الباوربوينت، لكن أنا هحاول، كان عليه رسومات كتيرة توضح لنا المواضيع دي، لكن أنا هحاول نخلي الوقت للنقاش أكتر. يعني هنخلي المحاضرة قصيرة، هنطرح فيها الأول بعض الحاجات الفنية عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه، وبعدين هنطرح بعض الموضوعات القانونية عشان نشوف موقفنا احنا في مصر ايه بالنسبة لهذا الموضوع الخطير، وهو موضوع أزمة مياه النيل وانعكاساتها على المجتمع والاقتصاد المصري بشكل عام. هو الحقيقه ما نقدرش ابدا نتكلم او اي حد يتكلم عن مصر من غير ما يتكلم عن نهر النيل، ومستحيل حد يتكلم عن نهر النيل من غير ما يتكلم عن مصر. يعني عندنا متلازمه مصر النيل، مش ممكن. النيل نفسه لو دخلت على الانترنت وكتبت النيل كعناوين كتب هيطلع لك 45,000 عنوان كتاب. لو دخلت ليك على مواقع هيطلع لك حوالي 2.5 مليون موقع فيها كلمتين. فشوفوا اهتمام العالم كله بالنيل ده هو شكله ايه. لسه الدكتورة زينب بتقول لنا دلوقتي ان عندنا المقاله الشهيره بتاعت هيرودوت المؤرخ اللي جالنا في بدايه العصر اليوناني الاغريقي، وقال مصر هبه النيل. هنبص نلاقي بعد منها بحوالي مثلا 2000 عام نقدر نقول جاء المؤرخ المصري محمد شفيق غربال ورفض هذه المقولة، وقال مصر مش هبة النيل، مصر هبة المصريين. وقال النيل بيمر عليه كم مجتمع مقام على النيل.
بلغة النهارده كم دولة على النيل؟ كم منها عملت حضارة؟ مفيش إلا مصر. فالنيل عليه سكان كتير وعليه مجتمعات كتيرة. المجتمع الوحيد الذي بنى أول حضارة في التاريخ هو المجتمع المصري، ومن هنا نلاقي مؤرخنا المصري بيرفض المقولة دي وبيقول إن إيه؟ إن لا، دي مصر هبة المصريين مش هبة النيل، لأن هناك دول كتيرة جدا لكن ما وصلتش في الحضارة زي ما اللي احنا فيه. دي أول ملحوظة. عشان كده أنا مش يعني هيبقى كلامي كده في ملحوظات صغيرة احنا ممكن نعملها زي حبات العقد، ننظمها مع بعضها تكون لنا هذا المفهوم. الحاجة الثانية، احنا لو بصينا للخريطة بتاعت مصر بشكلها المربع دهوت التقليدي سنجد أن هذه الخارطة لم تتغير تقريبا منذ أن نشأت الحضارة المصرية. يعني الخارطة المصرية بحدودها دهيت اللي احنا عارفينها. حاجة غريبة جدا بالنسبة لجميع بلدان العالم. تكاد تكون أقدم حدود سياسية في التاريخ لدولة هي الحدود المصرية. قد تتسع قليلا ولكنها تعود لتظل في هذا المربع بتاعنا. تتسع ليه؟ لضمان الأمن بتاع المجتمع المصري. فأمن المجتمع المصري لا يقف عند حدوده، ولكن أمن المجتمع المصري يتخطى هذه الحدود. عشان كده نلاقيه يمتد شوية شرقا، لأن هو أصلا الشعب المصري مش ولا الدولة المصرية كان في يوم من الأيام من دول احتلال. بيطلع لكي يصد غزاة ويفضل قاعد وبعدين يرجع تاني، إذا كان في الشرق أو في الغرب أو حتى في الجنوب. فدي برضك نقطة تانية نحب إن احنا إيه نلفت النظر إليها. نهر النيل عمره الجيولوجي 6 مليون سنة. 6 مليون سنة. لكن نهر النيل بشكله الحالي اللي احنا نعرفه ده عمره 10,000 سنة فقط. عمره 10,000 سنة فقط، اللي هو شكل الايه؟ النهر اللي احنا بنعرفه. علشان نقدر نفهم الكلام اللي احنا هنقوله بعد شوية لازم نعرف ان الانهار لها منبع ولها مجرى ولها مصب. كذلك نهر النيل اللي منبع وليه مجرى وليه مصب. بس نهر النيل بقى تميز بان هو له منبعين اساسيين. له منبعين، الهضبه الاثيوبيه عند الحبشه، ومنبع تاني بيجي من الهضبه الاستوائيه، دول افريقيا الاستوائيه. يبقى هم المنبعين بتوع ايه؟ بتوع نهر النيل. خلاص؟ المنبع اللي بيجي من الهضبه الاستوائيه رغم انه بيجي من دوله واحده اللي هي اثيوبيا، ده بيجيب لي 85% من مياه نهر النيل. يعني 85% من مياه نهر النيل تيجي من الحبشه، و15% من المياه بتيجي من بقيه الدول كلها، من السبع دول الاخرى اللي في الهضبه الاستوائيه. يبقى كده عشان نعرف بس ايه اهميه الدول اللي احنا بنتكلم عنها وبتيجي منين. ال 85% اللي بيجوا من اثيوبيا اللي هم بيجوا اساسا من فروع انهار صغيره بتتجمع في فرع كبير قوي بنسميه النيل الازرق. بنسميه ايه؟ النيل الازرق. والنيل الازرق ده خلي بالكم عشان هو ده اللي هنرجع له، اللي عليه الشغل الكتير اللي موجود اليومين دول. النيل الازرق ده
بيتميز بان هو بيسقط على جبال مرتفعه جدا 4 كيلو 4000 متر يعني وبينزل بانحدار شديد جدا. فهو بينزل بانحدار شديد بيجرف معاه التربه بتاعه الجبال الاثيوبيه على مدى آلاف السنين اللي فاتت، فياخدها معاه وهو نازل، فيغير لون ميه المطر يخليها تبقى زرقاء. عشان كده سموه ايه؟ النيل الازرق. تنزل الميه ديت محمله بالطمي، بتفضل ماشيه لحد ما توصل عندنا وتكون الدلتا كلها. يعني الدلتا اللي احنا بنزرع فيها دي الطميه بتاعتها جايه منين؟ جايه من الحبشه. كان اصلها جاي من الحبشه وتيجي وتترسب ايه؟ هناك. ده الايه؟ الوضع اللي موجود. الوضع الثاني ان الميه دي بتيجي نتيجه امطار موسميه. يعني ايه؟ يعني الدنيا بتشتي عندهم في شهر اغسطس، خلاص، لا من يوليو، وتبدا بقى تنزل الامطار هناك وتكون النيل دهوت، النيل الازرق، وبعد كده تنقطع الميه. خلي بالكم، يعني اثيوبيا اللي بنقول اللي بتنزل عليها آلاف المليارات من المياه، ده صحيح، بس بتنزل لمده شهرين 3. بعد كده الاثيوبيين الغلابه يبصوا وراهم ما يلاقوش ولا نص ميه. جرت الميه كلها راحت مصر. لازم دي كمان نقط نحطها في ايه؟ في اعتبارنا، لان دول بشر وبني ادمين برضه زينا وليهم احتياجاتهم. فلازم نعرف ان ميه النيل الازرق كبيره جدا، دي اللي بتغذي مياه نهر النيل ب 85%، ما بتقعدش عند اصحابها الا 3-4 اشهر، وبعدين يجف النهر النيل الازرق، بينما نهر النيل يستمر في الجريان. خلي بالكم دي حاجه برضك لازم نكون ايه؟ عارفين. طيب ده الجزء بتاع ايه؟ بتاع اثيوبيا. الجزء الثاني بقى اللي هو فيه اوغندا والكونغو وبوروندي وتنزانيا وكينيا. ده هو الامطار هناك طول العام، صيف شتاء الدنيا بتشتي، مش موسميه بقى. ولكن عشان الحراره شديده كميه البخر عاليه جدا، اغلبيه الميه اللي بتنزل بيحصل لها ايه؟ تتبخر تاني وتطلع. وبعدين الهضبه الاستوائيه هضبه مسطحه، مش زي بتاعه الايه؟ الحبشه جبل. هي عاليه شويه لكن مش جبل. فالميه لما بتنزل فيها بتمشي على مهلها، مش بتمشي من دفاع. تكون بقى بحيره فيكتوريا الاساسيه وبحيرات تانية صغيره بجوار بحيره فيكتوريا. وبعدين وهي ماشيه تدريجيا بتوصل لمنطقه في السودان، في جنوب السودان، بنسميها منطقه السدود. طبعا في فروع كتيره، انا مش هدخل في التفصيل، لكن انا حاسب لكم مصور الخريطه بتاعته، حاسب لكم بعض الصور هنا لو عايزين تعيدوا تصويرها تاني ليعرفوا المنابع كلها والكلام اللي بقوله يبقى مع حضراتكم. بنبص نلاقي المنطقه دي بيسموها منطقه السدود. ليه؟ ما فيش سدود هناك ولا حاجه. في نباتات زي نباتات الغابه، بس على مسافات كيلومترات. فبتعمل ايه؟ بتهدي الميه، بتهدي الميه خالص، كانها عامله فلتر، كانها عامله ايه؟ فلتر. فكل الطمي يترسب لحد ما توصل في النهايه خالص وتتجمع فوق عند بحر الغزال وتصب على فرع تاني بنسميه النيل الابيض. اللي سموه الابيض ليه؟ عشان الميه بتبقى نظيفه، اتنقت كانها عدت على مرشحات طول الفتره دي. طيب واحد هيقول لي طب وايه يعني 15% يعملوا ايه؟ ما نسيبنا ولا وجع الدماغ من ال9 دول اللي هم ونشوف احنا نسوي امورنا مع اثيوبيا وخلاص. ال 15% دول هم رغم ان هم 15% بس، لكن يرجع اليهم الفضل في ان النيل يعتبر من الانهار دائمه الجريان. غالبيه انهار العالم غير دائمه الجريان، بتنزل الناس تاخد الميه بتاعتها وبعدين بتنشف لحد ما تيجي ميه تاني.
لكن انهار دائمه الجريان في العالم انهار قليله جدا، من ضمنها نهر النيل. اذا دي حاجه مهمه ان تفضل الميه ايه؟ عمر نهر النيل ما يجف بفضل ال 15% اللي 15% دول على ايه؟ طول السنه. طول السنه عماله تدي حقنه صغيره، فعمر نهر النيل ما نشف بسبب ال 15%. صغيرين لكنهم مهمين جدا، مهمين جدا. بعد كده النيل الابيض والنيل الازرق بيتقابلوا عند الخرطوم، عند الخرطوم، وابتداء من الخرطوم لحد رشيد ودمياط نهر النيل يبقى اسمه نهر النيل. لكن قبل كده كنت تلاقي اسماء كثيره للفروع المختلفه التي تمده، لكن نهر النيل لا يكتسب كلمه النيل فقط بدون اي اضافه الا بعد الخرطوم. هناك بيتقابلوا هما الاثنين ويقوموا عاملين مثلث. المثلث ده هو بعد كده هنعرف ان هو اسمه ايه؟ ارض الجزيره، اللي هي تعتبر اخصب اراضي السودان المحصوره ما بين النيل الازرق والنيل الابيض. يفضل ماشي بقى نهر النيل بعد كده ما ياخدش اي امداد الا من نهر عطبره، بردك اصله جاي من اثيوبيا هو كمان، وبعد كده لحد اسوان مفيش اي امداد خالص، مفيش اي امداد. مش هندخل في ارقام عشان ما نزعجش حضراتكم. كميه الامطار اللي بتنزل كميات رهيبه جدا، رهيبه جدا، لكن اللي بيوصل في النهايه لا يتجاوز 80 مليار متر مكعب. طب الباقي بيروح فين؟ الباقي بيتبخر او بيتصرف في الارض من تحت. المصريين زي ما قلنا بنوا هذه الحضاره اعتمادا على هذه المياه، وتشكلت على مدى آلاف السنين الحضاره بتاعتهم على هذا الاساس. وبالتالي مش ممكن نتخيل مصر من غير ميه النيل. ده بس لما كان بيجي النيل منخفض كانت بتنتشر المجاعات، والتاريخ عندنا بيمدنا بالعديد من المصادر اللي بتصف المجاعات بسبب انخفاض مياه النيل، لانه لا يكفي بحاجه السكان. نمره واحد. نمره اثنين، ان احنا الزراعات المصريه بتاعتنا كلها زراعات بتعتمد على الري النهري، يعني بناخد ميه من النهر وبنروي بيها، بينما تقريبا جميع البلدان الواقعه على نهر النيل بتعتمد على الزراعه المطريه. الزراعه المطريه يعني يستنوا الدنيا لما تشتي تبطل الشتاء يقوموا رامين الحب ورايحين نايمين لحد ما يستوي ويقوموا بعد كده يلموا لكن الزراعه اللي عايزه خبره وعايزه نشاط وعايزه فن وقدرات عاليه هي الزراعه الايه؟ الزراعه النهريه، اللي بتحتاج انك تعمل ترع وترفع وتسوي الارض وتعمل اجراءات مختلفه. ديت الزراعه عايزه تقنيه عاليه، مش زي الزراعه المطريه اللي هي احيانا بيطلقوا عليها زراعه الكساله. زراعه الكساله ما بيعملش حاجه، هو بيستني الميه ويروح يطبخ شويه الحب بتوعه وخلاص. طيب احنا علشان خاطر نقدر نبني الحضاره دي كان لابد بقى يتاسس نظام للري، نظام للترع. من زمان اتعمل نظام للترع جميل جدا، ونتوسع في المساحات ونتوسع في وسائل الري. بعدين بدأنا نستصلح. نهر النيل ده هو كان الأول له 7 فروع بيصبوا، والكلام ده كان لحد القرن 18 لحد قريب خالص، يعني لحد من 300 سنة بس كان عندنا 7 فروع، مش دمياط ورشيد بس، كان عندنا 7 فروع بيصبوا. ال7 فروع هو تحسب لكم الخريطة بتاعتهم، 7 فروع كانوا بيصبوا. طبعا احنا مع التوسع بقى في الزراعه بتبدا بتتجمع الفروع دي مع بعضها وتعمق بعدها
بحيث يفضل عندنا الايه؟ الفرعين الكبار اللي هم دمياط ورشيد، دمياط ورشيد هم الفرعين الاساسيين. وكل المنطقه دي بقى بينهم بدانا في عمليات الايه؟ الاستصلاح الخاصه بها. طيب احنا حكايتنا ايه مع نهر النيل اساسا قبل ما نشوف جيراننا؟ حكايتنا ان احنا باستمرار بنجد ان هذا النهر متذبذب الايراد، متذبذب الايراد، مره يجي عالي قوي فيطيح بالقرى وتعلن حاله الطوارئ، وتيجي الجسور اللي هي السدود بتتحط على جانبي النهر او جوانب الترع العاليه دي، كانوا بيسموها الجسور اللي بتتحط على نهر النيل، والترع الرئيسيه كانوا بيسموها الجسور الميري، واللي بتتحط على الترع الفرعيه كانوا بيسموها الجسور الاهليه. الجسور الميري دي يقول عليها ميري ليه؟ لان اول ما يجي الفيضان العالي تعلن حاله الطوارئ ويتجمعوا الرجاله من القرى عشان يطلعوا يزودهم هذه الجسور ويعلوها، ولما يحصل كسر في احد المناطق يجروا عليها كانها حرب طوال مياه طوال الفتره بتاعه الفيضان. هكذا كان المجتمع المصري لحد من 60 سنه بس. خلي بالكم من الحكايه دي. ها؟ كان بيجي زي اللي بتشوفوه الفيضانات بتاع بنجلاديش لحد النهارده وباكستان وغيره، بتشوفوا الناس بتغرق والحيوانات بتموت والبني ادمين بتموت، والبيوت بتاعتنا كانت كلها طين بتدوب ويرجعوا يبنوها تاني. كل ده كان بيحصل في مصر في الفيضانات العاليه. والعكس صحيح في الفيضان الايه؟ المنخفض، ما كناش نلاقي ايه؟ بقيه الميه تكفي للزراعات الصيفيه علشان تكمل معانا، يا دوبك تبقى هي ايه؟ زرعه واحده. ما عرفناش الزراعات الصيفيه وتوسعنا فيها الا بعد ما جه محمد علي وبدا يفكر في انه يبني القناطر الخيريه، وبعدها بقى لما بنينا كمان الايه؟ الخزان اسوان، قبل منه له تاريخ طويل كان في الحج الدولي. جاء بدانا نفكر ان احنا عايزين زي ما بيقولوا ايه؟ نروض هذا النهر. كانك بتروض اسود. هتروضه ازاي النهر ده هو؟ فقال له مش ممكن هنروض نهر بالاندفاع ده وبالقوه دي وبالميه دي كلها، غير ان احنا ايه؟ لما يهدى كده على وخره نلحق نحوش ايه؟ حبه ميه. ومن هنا جت فكره الانجليز في ان هم سنه 1902 يبنوا خزان اسوان. فخزان اسوان كان بيعتبر خزان سنوي. خزان ايه؟ سنوي. لما يجي عند نهايه الفيضان نقفلهم الايه؟ البوابات. ها؟ ونبدا نحجز الميه. وبعدين نصرف منها. لو فضل حاجه في الخزان لازم نفضيها قبل ما يجي الفيضان الثاني. والا هيدمر الايه؟ الخزان كله. بعد كده حصلت تعليتين في الايه؟ في هذا الخزان. طبعا في اول مرحله اتبنى فيها الخزان غرق قرى نوبيل. والتعليه الاولى غرق مزيد من القرى، وفي التعليه الثانيه غرق مزيد من القرى. الكلام ده كان من بدايات القرن، يعني كان باستمرار اللي بيدفع الثمن المغادره هم المصريين ممن يقتلون في منطقه النوبه. دي حقيقه لازم نعرفها، مش بدات من السد العالي، لا بدات من خزان اسوان. استمر الحال على ما هو عليه لحد ما جينا في الاربعينيات من القرن العشرين صارت المشكله تاني. واللي اثار المشكله هي اكثر الانجليز. الانجليز كانوا خايفين جدا. ليه؟ مش خايفين علينا، خايفين على القطن اللي بيزرعوه. فهم عايزين يضمنوا ان القطن ده هو هيستمر، لان هم صمموا الماكينات بتاعتهم اساسا على القطن المصري. فكل انتباههم للحدوته دهيت. احنا طبعا استفدنا بطريقه غير مباشره،
كل الفنيات اللي اتعملت دي ما بقت هنا، ما خدوهاش معاهم انجلترا يعني. فاول حاجه اتعمل خزان اسوان علشان طبعا يوفر الايه؟ المياه اللازمه للزراعات الصيفيه، ومن اهمها طبعا القطن اللي هو بيحتاج ميه في الصيف ما بيلاقوش، لكن في الشتاء ما عندهمش هم مشكله ابدا في الحكايه دي. وفي نفس الوقت لما بنوا بقى المصانع بتاعتهم بدأوا يتخوفوا، الله طب وايه الحكايه دي؟ طب ما ده الميه دي بتطلع منين؟ من عده دول. هذه الدول هي مستعمراها بريطانيا. مستعمراها ايه؟ بريطانيا. ومصر واخدت استقلالها سنه كام؟ 23 لما اتعمل دستور 23 مع التحفظات الاربعه، لكن مصر كانت دوله مستقله. فبدات بقى ايه؟ انجلترا كل ما تيجي تعمل يقسموا الحدود السياسيه بين الدول بتاعت افريقيا دهيت، وتوقعها مع مين؟ مع مصر. كل هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات سياسيه للحدود، بيرد فيها بند بيقول ايه؟ بيقول انه لا يعني تمتنع هذه الدول عن اقامه اي مشروعات تقلل كميه مياه النيل الواصله الى مصر او تغير ميعاد وصولها. خد بالك؟ ده ايه؟ اتفاقيات كثيره جدا كلها موجوده في الكتاب بتاعي هنا وانا قلتها، كلها موجوده في مراجع كثيره جدا. لكن ده علشان ايه؟ تحافظ على نفسها. قبل ما نرجع تاني لبقيه الاتفاقيات دي واللي حصل فيها ايه، لازم نعرف ان لما نكمل حكايه الاربعينيات لما جينا وحصل القلق. حصل القلق ليه بقى؟ الناس قالوا الله، طب دلوقتي خزان اسوان ده بقى مش كافي والناس عماله تزيد، طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص المشروع الوحيد ان احنا نعمل حاجه اسمها الخزان القرني، ونخزن الميه دي فين؟ في افريقيا. وبحيره فيكتوريا ديت نعمل لها تعليه، نعمل لها صور وتعليه، ويعني مش عارف الربع متر بس لو علوه مش عارف تعمل كام مليار متر. وبدات الدراسات في هذا الاساس. وناس تانية قالت طيب احنا نعمل برضك مشروعات تانية. كل الكلام على مشروعات فين؟ في افريقيا عشان تنمي الايراد المائي. لحد ما جينا في الاربعينيات، في اواخر الاربعينيات، كان في مهندس زراعي بيعشق نهر النيل ويعشق الاثار المصريه، هو يوناني الاصل مولود في اسكندريه، اسكندراني، اسمه ادريان دانيدوس. ادريان دانيدوس ده هو استغرب من هذا الموضوع، وهو كل ما يروح يشوف الاثار ويشوف الجيولوجيا قال ايه ده؟ ازاي احنا نخزن ميه اللي احنا بنشرب منها عند ناس ثانيه؟ ما ينفعش. عايزين نخزن الميه يبقى نخزنها في اراضينا. طبعا بقول اراضينا لان زي ما انتم عارفين حضراتكم ان كل الاجانب المقيمين في مصر كانوا يعتبرون انفسهم مصريين. ان مصر كانت تمصر اي بني ادم يجيها ويقعد فيها مهما كانت ملته. قادره على تمصير اي بني ادم يصل ويقعد عندها. فازاي الكلام ده؟ ما فيهوش امان لنا احنا. فقعد فكر واقترح الايه؟ انه يعمل السد العالي، بس ما كانش اسمه السد العالي، يعني اقترح انه يتعمل سد تاني بالاضافه للخزان اسوان، بحيث ان يتم تخزين المياه فيه بحيث ان تكفي لعدد من السنوات، مش لسنه واحده، تكفي لعدد من السنوات. وايضا قال ان نولد منها الكهرباء ويعمل مشروعات السماد وما الى ذلك. مشروع متكامل. قدموا للبرلمان، ضحكوا عليه، وداه وزاره الري، قالوا طيب حاضر هنشوفه، وبدات الناس تدرسه. في وزاره الري كان في مدرسه ثانيه في ذلك الوقت بتقول احنا بدل ما نعمل سد عالي كبير يكفينا لعدد السنوات، لا احنا نعمل
سدود صغيره على مدى المجرى زي خزان اسوان كده اهو، بس في كل حته نعمل ايه؟ واحد، سدود صغيره. فبصوا كده هو في النهايه لو ان المشروع الثاني خسائره من الاراضي الزراعيه هتبقى اكتر، لانه ده هيبقى في المناطق اللي هي مزروعه بالفعل، هتغرقها، هتخزن فيها. طبعا احنا كده هنخسر اراضي. فكان في شد وجذب بين الايه؟ المشروعين دول هم لحد ما جت بقى حكومه الثوره في 52، واتعمل المجلس الدائم لتنميه الانتاج القومي سنه 53 اللي هو وضع اساس مشروعات النهضه الاقتصاديه في مصر، اللي كان بينها مشروع الحديد والصلب، وبينها مشروع الكاوتشوك، مشروعات الكربون، مشروعات الكابلات الكهربائيه، مشروعات الاسمنت، ومشروع السد العالي. جابوا الراجل تاني وتعالى اتكلم. الراجل في الوقت ده هو من كتر حبه سافر ايطاليا وعرض المشروع على الخبراء ورسموه وجابوه، وجاء قال لهم طيب الحكومه المصريه انا هنعمله، ودور على تمويل من 2 من المصريين وبعض الخبراء على اساس ان هم يعملوه كمشروع خاص، كمشروع ويبيعوا منه بعد كده الكهرباء والكلام ده كله. لكن وقف. في النهايه جت الحكومه ودرسوا المشروع وقالوا ده هو دوت فعلا المشروع. جاء بعد كده جاء بقى مشروع الايه؟ السد العالي. اتعملت طبعا دراسات على ايرادات النهر على مدى 100 سنه، واستقروا على هذا المكان اللي راح يتعمل فيه. واول ما بدا هذا المشروع بدا بدراسته الخبراء الامريكان. دراسه امريكيه كامله اتعملت عليه، واستعانوا فيه بخبراء السدود هولنديين وخبراء اللي هم بتوع الضخ المان، عندي هنا اساميهم كلهم والعقود بتاعتهم. وحد ما قالوا ان المشروع ده هو ايه؟ 100% خلاص يتعمل. طيب 100% عايزين نبقى ننفذ المشروع. جينا بعد ما قلنا 100% حصلت بقى بعض اللخبطات الايه؟ السياسيه بقى. هذه اللخبطات السياسيه اللي هي بدات ايام مشروع الايه؟ الاسلحه الشرقيه لسنه 55. كان في اتفاقيه بين مصر وانجلترا ان انجلترا تورد السلاح. من سنه 52 ل 55 ما وردولوش طلق رصاص، ما لبوش ولا طلب، فاصبح الجيش المصري عريان بالكامل. فتم التعاقد على صفقه السلاح السوفيتيه على ان تسلمها من تشيكوسلوفاكيا، فاطلق عليها اسم الايه؟ الاسلحه التشيكيه. كويس؟ الكلام ده كان سنه 55، وبدات العلاقات بقى ايه؟ تتوتر من ذلك التاريخ. يعني انتوا طب ما انتوا ما اديتوناش حاجه. كويس؟ استمر هذا الموضوع لحد ما جينا بقى قلنا طيب التمويل، كانت امريكا قالت انا همولكم بس ايه؟ عن طريق البنك الدولي. يعني امريكا هتدفع للبنك الدولي والبنك الدولي يحصل مننا. كانت مطلعه فلوس. ومشت الامور عاديه جدا لحد ما جينا عند البنك الدولي. البنك الدولي من ضمن الشروط بتاعته لما يدي يمول مشروعات دوليه. يعني ايه مشروعات دوليه؟ يعني مشروعات تشترك فيها اكثر من دوله لازم تاخد موافقه الدول الاخرى. كويس؟ طيب الدول الاخرى في ذلك الوقت كان في مين؟ ما كانش في عندنا غير السودان، والتانيين اغلبيتهم محتلين وما كانش حد بيدور فيهم. تعالي يا سودان ادينا موافقتك. قالت لا انا مش موافقه على بناء السد العالي. رفضت السودان ان توافق على بناء السد العالي. السودان حصلت على استقلالها من مصر بعد اتفاقيات تقرير مصير سنه 54 من الدوله المستقله. فاول حاجه عملتها في مصر بعد ان حصلت على استقلالها انها رفضت اقامه مشروع السد العالي بحجه انه سيغرق الاراضي السودانيه وسيغرق مدينه وادي حلفه والمدن الاخرى. هنا توقف الايه؟ البنك الدولي عن التمويل. قال مش معنى. وطبعا
كانت الامور السياسيه كمان مع امريكا مش مظبوطه، فبدات الضغوط من هنا والضغوط من اهوت لحد ما اعلنوا ايه عن سحب التمويل. كويس؟ اعقبوا بقى تاميم قناه السويس، وبعدين حرب 56، وتحول المشروع الى مشروع قومي فعلا الشعب كله كان بيتكلم فيه. اهم حاجه لازم نعرفها بالنسبه للسد العالي ان هو كميه التخزين اللي فيه كميه هائله جدا. وهقول لحضراتكم مثال صغير. في سنه 79 او 80 بدايه 9 لا لا اول الثمانينات. ايوه في مرحله الجفاف الذي اصاب افريقيا. 7 سنوات متتاليه اللي اتعمل فيها مساعدة العالم واختفت الدول والناس كانت بتموت ويجيبوا صورها كده والناس ميتة في كل افريقيا. حتى احنا في مصر هنا كنا عمالين نبزوط في الميه. 7 سنين بنسحب من هذا الخزان والايراد السنوي اقل واقل واقل من المتوسط العام. انقذ مصر من الجفاف 7 سنين متتاليه. مفيش. انا لما زرته في الفتره دهيت ذهلت. شفت القرى النوبه القديمه الغرقانه، شفت المراكب الغرقانه، شفت اثار كنا بنروحها بمراكب بقينا نروحها مشي. شيء مفجع ومفزع ويخض. ولكن للاسف الشديد احنا ما عرفناش ده هو غير في السنه السابعه. لان لا الحكومه قالت ولا حد اعلن ولا اتخذت اي اجراءات لتخفيض استهلاكها. الافتراء زي ما هو في استهلاكنا للميه، الاسراف زي ما هو، ولا كأن في حاجه بتحصل. لحد ما جاء 12 تقرير في جريده بريطانيه وبيقولوا نهر الحضاره يجف. ونقلوا في هذا الوقت كان في كاتب صحفي شريف اسمه احمد بهاء الدين نقل هذا التقرير في صحيفه الاهرام، والدنيا اتقلبت منذ ذلك التاريخ. وده فعلا اللي دفعنا ورحنا وشفنا ايه ده؟ كل ده والحكومه مخبيه علينا، حتى ما تنبهش الشعب، حتى ما تاخدش بعض الاجراءات، حتى ما تعمل في حاجات كتيره كان ممكن تعملها علشان تقلل الاستهلاك بتاعها. كويس؟ وصلنا الى ان المخزون الحي في اخر سنه كان 17 مليار، واحنا عايزين كام؟ 55 ونص. يعني ويشاء الله سبحانه وتعالى ان في هذه السنه يجي النيل مرتفع، تتكسر ال7 سنوات ويجي النيل مرتفع. تخيلوا لو كانت السنه الثامنه ديت جت زي اللي قبلها كان بقى وضعنا هنا ايه؟ بالظبط 17.5 مليار المخزون الحي، والارقام كلها مسجله هنا عندي السجل كامل لمياه النيل على مدى 120 سنه. طبعا حاجه رهيبه جدا. والحمد لله ان هذا السد فعلا الناس مش حاسه. ما هو زي ما بيقولوا اللي شاف مش زي اللي سمع. انت لو رحت شفت شكل المنظر يعني فعلا حزنا واتخضينا خوف حقيقي يعني. طيب ده هو الوضع بتاع الايه؟ بتاع السد العالي بالنسبه لنا احنا. نرجع بقى للاتفاقيات. قلنا ان بريطانيا عشان تضمن زراعات القطن تستمر كان يهمها ان يتوفر المياه الصيفيه دي. فجت عملت اتفاقيه مع كل دول الحوض. الاتفاقيه دي كانت سنه 29. سنه ايه؟ 29. وبعدين مصر لما علمت بيها كتبت جواب للمندوب السامي البريطاني، وانا حاسب لكم نصه هنا صورته وهحسبه لكم هنا كوثيقه. اتفاقيه 29 مصورها وحاسبها لكم، واتفاقيه 59 مع السودان مصورها كامله ومترجمه وحاسبها لكم. ففي الاتفاقيه دهيت
في الاتفاقيه دهيت فيها توزيع للمياه بيننا وبين السودان، علشان السودان تضمن بريطانيا انها تزرع الايه؟ الجزيره، مشروع الجزيره، وتتوسع في زراعات القطن طويل التيله هناك، لان اقرب منطقه للمناخ المصري هي منطقه الجزيره. وما فيش مشاكل لحد دلوقتي. لما جينا سنه 59 بقى وحصلت المشاكل الكبيره والحروب دي كلها، وحسينا بالمضايقه اللي بتعملها السودان، حكومه واحد كان اسمه عبد الله خليل في ذلك الوقت، فكده بالصدفه كده هو حصل فيها انقلاب عسكري، وجاه واحد اسمه ابراهيم عبود، ده كان صديق لجمال عبد الناصر. فاول حاجه عملها طبعا كان عمل ايه؟ عمل الاتفاقيه بتاعه السد العالي معانا، ووقع عليها، ووافق على ايه؟ على ان ايه؟ السد العالي يتبنى. لكن طبعا ده كنا بعد ما كنا بدانا بالفعل في البنى. بعد ما كنا احنا بدانا بالفعل في البنى، وجاء ده هو مغطى بعد كده، وعملنا اتفاقيه التقسيم اللي بقت الاجمالي بتاعها 55.5 لمصر و18.5 مليار للسودان، على اعتبار ان في 10 بيتبخروا من بحيره ناصر. طبعا ده هو هدم مدينه وادي حلفه بالكامل، اتبنت مدينه جديده وادي حلفه الجديده. قرى النوبيه في السودان اتدمرت طبعا بالكامل. ففي بند خاص بالتعويضات، مصر دفعت لهم تعويضات وساعدتهم على اقامه المدينه الجديده، والموضوعات كلها مشت بشكل ايه؟ جيد جدا في الفتره التاليه. طيب لحد كده هو في مشاكل؟ مفيش مشاكل. احنا عايزين نشوف بقى المشاكل بدات امتى بقى وبدات ازاي؟ بدات امتى وبدات ازاي؟ هنبص نلاقي الدول الافريقيه بدات واحده بعد الاخرى تحصل على استقلالها، وجميع الدول الافريقيه بلا استثناء تلقت مساعدات من مصر لكي تحصل على هذا الاستقلال، سواء كانت مساعدات عسكريه او مساعدات اقتصاديه او مساعدات بالمستشارين، بل وفي بعض الاحيان بافراد. وشاركوا هؤلاء او شاركوا هذه البلدان في حرب التحرير لحد ما حصلوا على استقلال. أول حاجة حصلت إن في تنزانيا في طبعا أحد الزعماء الأفريقيين المشهورين هو جوليوس نيريري. ده كان أول واحد طلع وقال إنه جميع الاتفاقيات التي وقعها الاستعمار نيابة عنا لا تلزمنا، وأطلق على ذلك القول اسم مبدأ نيريري. وبدأت الدول الايه؟ الافريقيه كل واحده تستقل تاخد بيه. احنا مالنا؟ انجلترا هي اللي مضت وكانت محتلانا، لكن ده لا يحقق مصالحنا. احنا ما شغلناش بالنا طبعا بالكلام ده. هو ليه؟ لان علاقتنا مع الدول دي كانت علاقه ممتازه، وكانوا بينظروا الى مصر على انها هي قمه النهضه، وكانوا بيحبوا المصريين جدا. اللي كان لنا بعثات هناك، وبعد كده هو كان لنا شركة النصر للتصدير والاستيراد، كانت هي المنفذ لأن الدول دي تشوف سلع حقيقية موجودة. كل منتجات المصانع الحربية المصرية بتاعتنا، المنتجات المدنية كانت موجودة هناك. احنا هنا كنا نقف في الطابور عشان نحجز منتجات مصانع حربية زمان، يعني أول ما طلع، لكن كان كله بيروح إيه؟ للدول الأفريقية. الثلاجة، كل الحاجات المنتجات البسيطة دي كانت طبعا مبهرة بالنسبة لأفريقيا في ذلك الزمان. والعلاقات سياسيا وثقافيا ودبلوماسيا علاقات جيدة جدا. والناس الشعوب الأفريقية دي شعوب طيبة للغاية، طيبة للغاية، يعني بكلمتين يدوك عليهم، لكن في نفس الوقت ما تستهبلش عليهم. يعني لما يجي فترة معينة مثلا تحاول انك
تبان انك انت بتخادع في الامر، تبقى المساله ايه؟ المساله مختلفه خالص. هذه الامور كلها كانت ماشيه زي ما بنقول بشكل عادي حتى مع اثيوبيا. واحنا عارفين ان هم عندهم مشاكل في الميه، مشاكل في الزراعه، بس قبل دي ودي هم عندهم مشاكل في الطاقه. البلدان الافريقيه يا اخوانا العواصف بتاعتها بتضيء لفتره معينه من الليل وبعد كده بتتقطع العاصمه نفسها. مفيش حاجه اسمها ثلاجه شغاله على طول الا في بعض الاحياء. في الوقت اللي احنا الكهرباء عندنا انتوا شايفين عامله ايه واستهلاكنا فيها ايه والمكيفات شغاله ايه. الناس ديت ما عندهاش طاقه، مشكله اساسيه عندها الطاقه بتاعتها. فطبعا الناس دي بدات تفكر هي كمان عايزه تعمل مشروعات للتنميه. جينا حصل ان احنا اول حاجه عملناها ان احنا دخلنا في مشاكل غبيه جدا ما كانش يجي ابدا ان احنا ندخل فيها. بدات بالعرض بتاع الرئيس السادات ان هو يوصل المياه لاسرائيل. هذا العرض الحقيقه طبعا مخالف لكل قواعد القانون الدولي، لانك انت هتعديها لدوله ثانيه وهي الميه بتاعتك انت بس. فطبعا اثيوبيا قلبت الدنيا على هذا الموضوع وعملت حمله كبيره جدا وقالت انا هنفذ المشروعات، وراحت اتفقت مع الولايات المتحده الامريكيه علشان تعمل دراسه للسدود اللي ممكن ان تقام. وفعلا اتعملت الدراسه، والدراسه موجوده. الناس اللي بتقول الكلام ده كله عشان هيجي بعد كده في الحوار، الكلام ده كله معروف ومنشور في حتت كتيره جدا والتفاصيل اللي موجوده. و حطت قائمه بسدود 33 سد اهو، اللي بيقولوا ما نعرفش حتى اسامي السدود دول هي فين، منشوره بالعربي، كل حاجه موجوده. ده التقرير الامريكي، ده متاخده من التقرير الامريكي، والتقرير الامريكي منشور ومواصفات كل سد وخصائصه اللي بيقول لك احنا يجب ان ندرس ويجب ان نعمل. يعني الواحد بيسمع اليومين دول حاجات تجنن، كل حاجه موجوده، كل حاجه معروفه اهو. 33 سد، بعضهم سدود صغيره بعضهم سدود كبيره. هم 4 سدود كبيره اللي هم على النيل الازرق، والباقي سدود صغيره خالص. ولكنها ما بداتش تنفذ اهوت. ليه؟ لان اولا السدود ديت هتتعمل فين؟ في مناطق شديده الانجراف، فتكلفها غاليه جدا، عايزه بنى قوي علشان تصد هذه المياه. صحيح النهارده مع التقدم التكنولوجي ما فيش صعوبات، لكن التكاليف هتبقى تكاليف غاليه جدا. ومن الصعب ان هي في حالتها ديت انها تنفذ ده كله. فبدات تعمل هي حاجات صغيره كده، وتعمل 3 مشاريع صغيره، يعني الميه اللي بتحجزها فيها لا تمثل اي مشكله ابدا بالنسبه لنا. لكن جينا بعد كده بقى انتقلنا للمرحله اللي هي محتاجه بقى فيها للسدود الكبيره اللي هو بيتكلموا عنه دلوقتي، اللي هو سد الحدود او البوردر، من اكبر السدود هي. اي نعم. طيب دلوقتي انتوا النهارده ما حدش سائل فينا، احنا عملنا اتفاقيات للتعاون، وقلنا ان احنا يجب ان احنا نتعاون كلنا مع بعضنا، وما نفذناش حاجه. قلنا هنعمل تكتلات اقتصاديه وما نفذناش حاجه. قلنا حاجات كتيره وما نفذناش حاجه. راح الرئيس بتاعنا المؤتمر بتاع اثيوبيا في اديس ابابا وحدثت له محاوله اغتيال، فاتقمص وما حطش رجله في اي دوله افريقيه من يومها. هم نظروا للمساله دي نظره استعلاء، انت يعني مستعلي علينا؟ ما هو خلي بالكم احنا
احنا نفسنا بننسى ان احنا افارقه لاننا في الشمال، فبنبصوا من فوق بأنفة. طبعا ما ينفعش هذا الكلام للاسف الشديد، مع اننا في سلوكنا ما بنعملش ده، لكن في الممارسه الطبيعيه ما فيش. حاجه غريبه جدا، تفتح التلفزيون الBBC البريطاني ولا تفتح CNN الامريكانيه، تبص تلاقي كل الافارقه بيقدموا نشرات الاخبار وبيقدموا البرامج، وناس في كل الاماكن. دور في التلفزيون المصري على مذيع واحد اسمر ما تلاقيش، على مذيعه واحده ما تلاقيش. ما تقولش هم مش مصريين، ده حتى اهل النوبه بتوعنا. فكروا كده في لحظه واحده، ايه ده؟ دول مش بشر؟ ولا فرق بين عربيين وعجميين الا بالتقوى؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ايه اللي احنا بنعمله؟ كويس؟ بنفس الطريقه تعامل رئيس الجمهوريه مع الدول دي. قال لك ده مش معبرنا. خلاص كل واحد يشوف حاله، كل واحد بقى يشوف ايه؟ يشوف مصلحته. بس بدنا نجري ايه؟ مؤتمر البحر المتوسط، مؤتمر المشاركه، اتفاقيه الكويز مع اسرائيل، مش عارف ايه، كل عينينا على اوروبا. وناسيين ان الامن القومي بتاعنا اللي خلانا في المربع ده بيمتد بره. عمر ما كان الامن القومي بتاعنا الحدود المصريه. لسه بحكي لحضراتكم دايما بيطلع عشان يامنها ويرجع يرتد تاني، يامنها ويرجع يرتد تاني. بعدين نقول اسرائيل بتلعب. الله، طب انت اللي سبت المكان ومشيت، يعني انت سبت الملعب ومشيت، زعلان ان غيرك دخل. طب انت اللي مشاك، ليه ما استمرتش في العلاقات الطيبه دهيت؟ ها؟ طبعا كل هذه الاشياء اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها القوه الناعمه. القوه الناعمه، انت عايز تحقق امن قومي لك. امن قومي بيحتاج لاحد الاثنين او الاثنين، القوه الخشنه والقوه الناعمه. القوه الخشنه يعني القوات المسلحه والقتال، ودي عمليه مستبعده. القوه الناعمه اللي هي في العلاقات الثقافيه والاقتصاديه والسياسيه بين الناس وبعضها بعض، ودي اللي احنا كنا معتمدينها على مدى التاريخ الطويل، والناس كانوا مقدريننا تمام التمام واحنا مقدرينهم، والعلاقات كانت كلها طيبه. انت فجاه انسحبت وسبت الملعب، وبس ايه لساننا الطويل بس يشتم ده ويشتم دوت، وسايبين مصالحنا احنا الاساسيه، وننظر لايه؟ الدول الثانيه ما بتاثرش كتير فينا. ده بالظبط اللي حصل في هذا الايه؟ الموقف. كانت البلدان دي الدول دي كلها قالوا طيب احنا جينا في فتره من قيمه حوالي 15 سنه، وزير الموارد المائيه دكتور ابو زيد اقترح يعمل المجلس العالمي للمياه، وهذا كان اقتراح مصري، والاول مره يبقى في مجلس عالمي للمياه تابع لهيئه الامم المتحده، واول رئيس ليه كان هو الدكتور ابو زيد، وكان معاه في ذلك الوقت نائب رئيس البنك الدولي اللي هو كان اسمه سراج الدين، اللي هو رئيس مكتبه الاسكندريه اسماعيل سراج الدين، كان نائب رئيس البنك الدولي في ذلك الوقت، وتولوا هما الاثنين تاسيس هذا الايه؟ المجلس. علشان قالوا ايه بعد كده لما حصل بعد كده هو الكلام السادات لما رد على بتوع الحبشه، فقالوا والله احنا هنعمل سد كذا على عمل سد. قال لهم لو عملتوه احنا هنجهدوا على دماغكم. وده انا جايب التصريح بتاريخه. فده بناء عليه بدات طلعت مقوله ايه؟ ان القرن القادم حروب مياه. ان حروب القرن القادم هي حروب ايه؟ حروب المياه. واخد بالك؟ ده كان رد على الايه؟ على الكلام بتاعه. طيب تعالوا نشوف الاول من الناحيه القانونيه ايه الوضع. من الناحيه القانونيه لا يوجد حتى هذه اللحظه اتفاق موقع عليه كل دول حوض النيل. حتى اللحظه ما فيش. لكن في اتفاقيات ثنائيه وثلاثيه زي مثلا اللي بيننا وبين السودان على سبيل المثال، لكن مش كل الدول موقعه عليها.
كذلك في بلدان أخرى في العالم. أيضا مفيش قانون دولي كان لاستخدام مياه الأنهار في غير شؤون الملاحة البحرية. ليه؟ قانون الدولي للأنهار اتعمل في أوروبا. أوروبا بتستخدم الأنهار في الملاحة النهرية، مش بتستخدم الأنهار في الري. هم كمان أغلبية الزراعة بتاعتهم بتعتمد على الأمطار. كويس؟ فبدأنا نفكر في إن نعمل الحكاية دهيت. قالوا طب ده كده مشاكل، هتبقى في مشاكل كتيرة. فجات الناس كلها قعدوا وعملوا مجموعة من المبادئ في لاهاي عشان خاطر تنظم استخدام المياه بالنسبة للأنهار الدولية. الأنهار الدولية يعني إيه؟ يعني توجد أكثر من دولة على النهر. كويس؟ أو بلدان متشاطئة، يعني دولة في الشط ده ودولة في الشط الثاني. وحطوا الحقيقة مجموعة مبادئ حلوة جدا موجودة ومنشورة في كل حتة، إن إزاي إن المية ديت تبقى على حساب، يعني قصدي تراعي عدد السكان وتراعي مصالحهم والتقسيم المنصف والعادل لكل هذه المسائل. دي بنسميها مبادئ مش قانون، لكن بالنسبة للقانون الدولي فالمبادئ بيبقى لها قوة إيه؟ قوة كبيرة. بشكل عام لا القوانين بتنفع عند الأزمات، ده رأيي الشخصي، ولا أي حاجة، لأن دي حياة أو موت. حياة أو موت. فإذا أنت ما عليك إلا العلاقات الحسنة، وما عليك إلا حسن الجوار. كويس؟ هو ده اللي يضمن لك استمرار الحياة، خاصة أن الناس مش محتاجة للمية اللي عندها. خاصة لو عرفت مثلا أن دولة زي اثيوبيا، خلينا نتكلم عنها شوية. اثيوبيا ده هي بتعتبر تاني دولة بالنسبة لدول الحوض بعد مصر من حيث وجودها في هذا المكان. يعني هي برضك احنا قلنا حدودنا تكاد تكون أقدم حدود لأي دولة في العالم، تزيد أو تقل، لكن هي باستمرار المربع اللي انتم شايفينه ده. هو اثيوبيا المشكلة عندها إيه؟ إن هم غالبية السكان وحتى عنصريا من جنس واحد. ليه؟ لأنها منطقة مرتفعة، منطقة مرتفعات كلها. فمنطقة المرتفعات دي يصعب على أي حد يحتلهم، وبالتالي اثيوبيا طول عمرها مستقلة وبتعيش لفترات بسيطة بتقع فيها تحت الاحتلال وبعدين بيمشوا. والله الناس مش قادرين يكرشوهم، خليكم قاعدين تحت لحد ما يزهقوا ويمشوا يعني، وهكذا بيستمر الحال عندهم. لكن هم بقى عندهم غير نهر النيل حوالي 16 أو 17 نهر ثانيين، بس الأنهار الثانية كلها بتتجه جنوبا، جنوبا، وبعدين بتصب بعد كده على البحر الأحمر. لكن في حاجة مهمة تانية كمان، الأنهار اللي بتمشي جنوبا دي بتمشي في منطقة مستوية حلوة جدا ممكن تتزرع، لكنهم ما بيزرعوهاش. ليه؟ لأن المنطقة المستوية دي بتقع على منسوب 120 متر تحت سطح البحر، فالدنيا بتبقى حر فيها وكتمة، العيشة فيها صعبة. هم عايشين فين؟ عايشين في بعض المسطحات الفوق على مستوى من 900 ل 1200 متر فوق سطح البحر. درجة الحرارة بتبقى ثابتة تقريبا حوالي 20 أو 18 درجة مئوية. فطبعا كلهم قاعدين فوق. ففوق الزراعة بسيطة، هتزرع فين؟ جبلية هتزرع على شوية مصاطب، لكن عايز تزرع مساحات تبقى تحت مش فوق. لما حصلت سنوات الجفاف دهيت الناس هتموت، نزلتهم الحكومة بالعافية تحت. حصلت حرب أهلية في اثيوبيا بسبب سنوات الجفاف، لأن هم رغم
يعني هيموتوا من الجوع، ها، لكن رفضوا ان هم ينزلوا ايه؟ يزرعوا تحت. زي بالظبط المنطقه عند البحر الميت في الاردن، عند غور الاردن تحت سطح البحر، فعلا بتلاقي نفسك جو صحيح صعب شويه، لكن ده بالظبط اللي موجود في اثيوبيا. ده الايه؟ الوضع العام الموجود. انا عندي بقى تفاصيل بعد كده تحبهم عن السدود، النهر، الاتفاقيات، الوضع الراهن، هل هو وضعه ايه؟ مبالغ فيه مش مبالغ فيه؟ جبت انا بعض، لقيت كده كنموذج بس. انا للاسف حتى ورق الثانيه كنت معتمد على ان معايا الفلاشه فيها كل الحاجات دي، لكن انا مش عايز ازهق حضراتكم دلوقتي، فانا نكمل الكلام بالرد على اسئله حضراتكم حوالين الفزر. ألف شكر يا دكتور على هذا الاستعراض الكبير يعني قصة المية وحكايتنا مع المية. وأنا هبتدي بنفسي، أنا ليا سؤال صغير كنت سمعته من وزير المية قبل كده، كان قال إنه الطبيعة الجغرافية لمنطقة النيل إنه هناك في إثيوبيا عالية، وإحنا نازلين على مستوى أقل يعني جغرافيا، فهل جغرافيا ما يقدروش يحبسوا عنا المية؟ فهل هذا الكلام مظبوط يعني ولا؟ يعني إذا تهديداتهم دي يعني ما ناخذهاش مأخذ الجد، ولا مثلا يبقى في وسائل ثانيه ممكن يمنعوا بيها عنا الميه، ولا مش عارفه يعني. حكايه ان هم يمنعوا عننا الميه دي مستحيله. مستحيله فنيا، مستحيله عمليا. يعني لو فرضنا حتى انها ممكنه، خلاص هتعمل ايه بقى؟ ممكنه يبقى اذا كناش هنصارع من اجل الحياه، هنصارع من اجل ايه؟ هو بيقول انها غير ممكنه. طب احنا نفتح باب المناقشه وناخد كده سؤال ناخد له حاجه ونشوف. انا وبعدين دكتور رجب بداوي كده لكلام الاستاذ معانا ان الامكانيات الفنيه النهارده اصبحت ممكنه لانها تساعد في بناء الايه؟ السدود وتحجز الميه. وكان في كلام للدكتور نصر علام قريب بان بناء السد ده هيقلل هو لتوليد الكهرباء، ورغم ذلك هيقدر ممكن انه يقلل في حدود 10% من موارد النهر، يعني يقدر ايه او 20%، يعني حوالي 2 مليار، يقلل حوالي 2 مليار بس ده توليد الايه؟ الكهرباء. النهارده لما يبقى في امكانيه تخش مثلا اسرائيل او تركيا او الصين او الهند وتمول بناء سد لمخزون ميه عشان يتخزن ميه لاجل اثيوبيا تزرع بيها، او فمن الناحيه العمليه ممكن مش في الشورت ران لكن ممكن في اللونج ران. انا هقول لحضرتك، انا طبعا هو بنفس الكلام ده انا قريت كلام نصر علام الهجين، وجايب كلام مغاوري لسه قايله اول امبارح جايبه انا هو بال حضرتك. كلام الحقيقه انا مستغرب هم بيقولوه يعني على اي اساس. اولا يجب تناول هذا الموضوع بلا تهويل وبلا تهوين.